السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد، وربنا يجعله يوم سعيد عليكم، اللهم امين، وربنا يحقق لكم دعواتكم يا رب العالمين. فيديو النهاردة فيديو طبعا تفريزات لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وربنا ما يقطع علينا عادة، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يتقبل اعمالنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان يا رب العالمين. شكرا جدا بكل اخواتي وحبايبي اللي نوروني في القناة. بجد انتوا نورتوني ووجودكم فوق راسي والله العظيم. مبسوطة جدا على تشجيعكم ليا وعلى الكومنتات بتاعتكم الحلوة جدا جدا جدا. بجد انا مبسوطة جدا، وبجد انتوا شرفتوني ونورتوني، ومبسوطة جدا بان انتوا موجودين في قناتي. اتمنى ان قناتي تعجبكم واكون عند حسن ظنكم، ويا ريت اللي بيشوفني لاول مرة ما ينساش يشترك في القناة عشان خلاص قربنا نخلص الشرط الاولاني. وما ينساش ان هو يشير طبعا الفيديوهات ويشترك ويعمل لايك، اهم حاجة. واللي متابعني بالفعل او المشترك بالفعل يا ريت طبعا ما ينساش اللايك ويعمل لي شير على قد ما يقدر، عشان خاطر فيديوهاتي تكبر فيديوهاتي توصل لاكبر عدد من المتابعين وقناتي تكبر. تمام. زي ما قلت لكم النهارده فيديو التفريزات. انا جبت 3 كرنبيات وقرنبيطه، وجبت بسله، وجبت جزر، وجبت خضره، وجبت كميه بصل حلوه يعني كده اهو. تمام، عشان نعمل تفريزات النهارده. وادي الخضره برضو انا سهلت على نفسي كده، وقلت ايه قبل ما اصور نضفت الخضره وغسلتها وحطيتها كده بقى ايه تنشف. وكنت وهعمل كمان صلصه طماطم، وخليت البنات فصصوا لي البسله، وانا نضفت الجزر. أو سهلت على نفسي كده عشان الوقفة النهاردة هتكون طويلة، وسامحوني لو الفيديو طويل، بس الفيديو بجد يعني هتكلم معاكم في حاجات كتير قوي قوي قوي. المهم غسلت كده الطماطم وقطعتها وحطيت عليها بنجر. الطماطم لما باجي افرزها معلقه كده سكر صغيره، عشان خاطر ايه؟ السكر كمادة حافظة. كمان المية اللي انا بحط فيها حاجة هناك دي انا بحط فيها سكر. دي المية اللي احنا هنسلق فيها الكرنب. الكرنب عشان تفرزيه ما تحطلوش ملح نهائي. تمام. وتخلي السوا بتاعه قليل، يبقى ما تحطلوش ملح وتخلي السوا قليل. طب حطيتي ايه؟ انا حطيت معلقه سكر عشان السكر كمان ده حافظه، مش عايزه تحطيها خلاص تمام. وحطيت كمان رشه كمون. خليت كده الميه تسخن مش تغلي قوي يعني. ورحت بقى جبت كده الكرنبايه انضفها واشيل كل اللي فيها دوت. انا كنت هروح اجيب الكرنب من السوق يعني وكده، بس بصراحه ايه الراجل جه تحت الباب، والراجل اللي بيجي ده قدام الباب يعني مش تحت الباب قدام الباب. كرومبو حلو جدا، بيبقى لسه جايبه من الغيط بتاعه وجاي. هو كرومبو بيبقى اغلى شويه من بره، بس يعني ايه جايبه لنا يعني لغايه الباب يعني وكده، بدل ما هشيل من السوق وكده. وكمان السوق يعني بعيد عننا بشويه، فقلت خلاص اجيبه من تحت من قدام البيت يعني. جبت 3 كرنبات، دي اكبر واحده فيهم، واتنين التانيين وسط. جبت التلاتة ب55 جنيه، رغم ان بره في ناس بتبيع الكرنب ب10، بس بصراحه مش حلو زي ده بامانه. بامانه انا بحب الكرنبايه المبططه كده اهو. وعايزه اقول لكم ان هم طعمهم زي السكر والله العظيم. انا العصايص بتاعته كده دقتها لقيتها مسكره. وعملت كمان معايا في اليوم دوت حله كده صغيره، بس ما صورتهاش يعني. ايه قلت نتغدى بيها بكره عشان النهارده الوقفه هتبقى طويله وكده، فقلت نتغدى بيها يعني تاني يوم. تمام. فايه كرومبات كانوا حلوين جدا، فزي ما قلت لكم كده جبت 3 ب55 بس كبار وحلوين، وهطلعوا معايا ورق كتير. الكرومبة اللي هي مبططة بالطريقة دي من جوه ما بتبقاش مليانة غلة، ما بتبقاش مزرعة يعني كده وكبيرة ومنفوخة على الفاضي، لا ما شاء الله طلعوا ورق كتير، وكانت حلوة جدا. زي ما قلت لكم دي اكبر واحدة، وفاضل 2، بس انا مرضتش يعني احطهم كلهم على الرخامة، يعني بياخدوا مكان كبير يعني وكده. تمام. المية كده معايا سخنت، هبتدي كده اخد الورق، وزي ما انتوا شفتوا انا بضغط عليها كده عشان خاطر الورق يفك بسرعة. طيب معايا هنا الطماطم على النار. تمام. وطيت عليها شوية عشان ابتدت تفور كده، والبوتاجاز ايه هيتبهدل. والورق بتاع الكرنب حطيته وبسرعة بقلبه. انا مش عايزاه يتسلق سلقة كاملة، مش عايزاه يكون مسلوق زي ما اكون راح اعمله دلوقتي، لان ما ننساش ان الفريزر بتكمل تسوية اي حاجة بنحطها فيه. فاهميني؟ يعني اي خضار هتحطيه في الفريزر هتكوني سلقاه نص سلقة، مش السلقة الكاملة، كأن يعني هنعمله عشان الفريزر بيهري الحاجة شوية. تمام. بحط بقى وبطلع كده على طول في بولة يكون فيها ايه مية من الحنفية. كده كده الجو شتا والمية ساقعة.
فهنحط بقى كده إيه، على طول نشطفه ما نخلّيهوش وما نركنوش عشان خاطر ما يتهريش مننا أول ما يعني نحط مثلًا ورقتين ونطلّعهم ونحطهم في طبق وبعد كده نطلّع ورقتين ونحطهم فوقيهم، فهينزّلوا مَيّة سخنة على بعض وهيهروا بعض. لكن لمّا نحطهم في طبق يعني كده وفيه مَيّة من الحنفية، كده هيبقى زي الفل بقى وإيه نغسله يعني بسرعة ونطلّع كل السخونة منه. خلّصت كرنباية، دي الكرنباية التانية دي أصغر شوية والتالتة قدّها. تمام، برضه نفس الحكاية هاشيل كل الورق دوّة والورق دوّة باطلّعه للفراخ. هامسك برضه نفس يعني نفس طريقة ما عملت الكرنباية التانية، هاعمل في الكرنباية دي، هاشيل راسها كده أهو، وبعد كده هاقشّر إيه، هاضغط عليها كده وابتدي بقى أقشّرها بقى كده من بعض وإيه، وافرّغها خالص واطلّع كده كل أوراقها من بعض واسلقها هي كمان. ما شاء الله بصراحة ال3 كرنبات ما خدوش معايا وقت خالص وأنا باسلقهم بصراحة، بس طبعًا الوقت اتاخد في التقطيع يعني. تمام، كمية البصل اللي كانت معايا اللي أنا كنت مقشّراها، ابتديت كده واحدة، واحدة أضربها في الكبة. ده بصل جديد، تمام، كنت جايبة الكيلو عامل 12 جنيه. لإن هو في أغلى من كده، بس أنا إيه يعني بيبقى في سعر أقل شوية، فرُحت جِبته عشان خاطر جِبت كمية كبيرة واحدة، واحدة كده وأقطّعهم عشان البصلاية الكبيرة باقطّعها وابتدي بقى وابتدي بقى أحطهم في الكبة وأضرب بقى إيه معايا كمان. بُصّوا أنا لمّا باجي أفرّز حاجة بافرّز الطبخة بطبختها، يعني مش في يوم أعمل الكرنب ومش في يوم أعمل العصاج بتاع الكرنب ويوم أعمل الخضرة، قُلت لأ، عشان خاطر المحشي موّله كبير وفي رمضان طبعًا إحنا بنبقى صايمين وتعبانين ومش هننزل بقى نجيب الحاجة من السوق ونيجي وعايزين طبعًا نشوف عباداتنا وكده، فإيه إحنا مش فاضيين للمحشي في رمضان بصراحة، بس نفسنا ناكله، فهنعمل إيه، هنفرّزه عشان خاطر ما حدش يقول يعني بنفرّز الحاجات دي ليه، عشان لو في بعض الناس ما بتفرّزش. تمام، دي أول نقطة. تاني نقطة معانا، أنا زي ما قُلت لكم باحب أفرّز الأكلة بأكلتها، أقصد يعني هافرّز كرنب يبقى لازم أفرّز معاه العصاج بتاعه اللي هو يعني التسبيكة بتاعته، وأعمل كمان الخضرة عشان خاطر ما انساش، يعني ما اجيش في مرّة أعمل كرنب ومرّة أعمل التسبيكة ومرّة أجيب خضرة، لأ ده أنا نسيت أجيب خضرة، ده أنا مش عارفة إيه، كده لأ مع بعض. وعايزة أقول لكم إن البصلة كمان اللي أنا باحمّرها دي أنا حطيت عليها زيت وحطيت عليها سمنة ومش هاحط عليها توابل، حطيت بس عليها حتة ملح. تمام، حطيت عليها سمنة هاخد برضو منها واحط على البسلة اللي انا عاملاها. تمام، عليها هي سمنة بلدي فانا حاطه يعني هي كده مش معمولة بزيت، بس انا عاملة عليها سمنة بلدي و... وزيت فانا اقصد يعني ان هي هتنفع برضو للبسلة، يعني انا كده عملت يعتبر وجبتين، فاهمني؟ طيب الراجل بقى لما جبت منه الكرنب كان عنده قرنبيط فجبت منه قرنبيطة. القرنبيطة دي أنا مش جايباها بصراحة فرّاصة، أنا جايباها للغدا، اتغدينا بيها، بس برضه قُلت إيه، أنا ما صوّرتش الغدا، بس أنا قُلت برضه أعملها معاكم لو حد حابب يفرّزها. نفس الحكاية القرنبيط أنا مش هاحط لها ملح، هاحط لها سكر برضه، وهاحط لها كمون في المَيّة. فأنا دلقت مَيّة الكرنب بعد ما خلّصت ال3 كرنبات وحطيت ميه نضيفه للقرنبيطه والطماطم، حطيتها على عين اصغر، والبصله طبعا ايدي شغاله فيها، والبصل الجديد ده بياخد وقت على النار. زي ما قلت لكم بقى كده انا عملت الكرنب التسبيكه بتاعته جاهزه. البسله برضو نفس الحكايه، فاهميني؟ فانا بحب النقطه دي وبحب اوضح لكم النقطه دي، ان انت لما تيجي فرزي الوجبه دي بالمكونات بتاعتها، يعني ما تعمليش حاجة من وجبة، لأ أنا كده المحشي خلاص أنا كده يعني الحمد لله، الحمد لله أنا ارتحت منه، لأن هو أكتر حاجة متعبة بالنسبة لي. تمام، يعني أنا كمان لما باجي أجيب كرنب ولا حاجة لازم أروح السوق البعيد مش السوق القريب، فإن أنا رايحة وجاية وشايلة وأطلع أحس إن اليوم خلص، وهنتسحر بقى طبعا متأخر وبننام متأخرين، وهنصحى امتى ونروح نجيب الكرنب امتى، فهمتوني؟ المهم الكرنباية كده كانت القرنبيطة كان لازم استخدم معاها العنف، هو الراجل ما شليش الراس بتاعتها فانا كان لازم استخدم معاها العنف كده. والحمد لله يعني عملتها يعني وقطعتها. انا بحب القطعه متوسطه، ولا صغيره أوي ولا كبيره قوي، ممكن بعض الناس تشوفها صغيره ممكن بعض الناس تشوفها كبيره. عايزه اقول لكم ان انا ما اكلتش الكرنب القرنبيط ده اصلا غير السنه اللي فاتت، اخر الموسم بتاعه دقته بس عجبني شويه
والسنة دي بقى حبيته جدًا، جدًا، جدًا بعد ما غلي. المهم سلقت كده القرنبيطة، عملنا الغدا بتاعنا، حتى البوتاجاز اتبهدل خالص، لو رجعتوا للفيديو من الأول هتلاقوا إن البوتاجاز كان نضيف، البوتاجاز طبعًا اتبهدل من العجينة بتاعة القرنبيط وكده. فإيه بقى، طفيت على البصلة على ما اتغدينا، طبعًا الكرنب كان خلص والقرنبيط قليته وكده، والطماطم خليتها تبرد وطفيت على البصلة على ما اتغدينا، وبعد كده قمت ولعت تاني على البصلة. أنا عاملة زي الأطفال شوية في حتة البصلة دي، ما باحبش الأكل ني في ني، وما باحبش البصلة ألاقيها في بُقّي، فباحب أحمّر البصل شوية. فحطيتها كده على النار أخلّيها تدبل برضه حبّة تاني، وكانت الطماطم معايا خلاص هديت وبردت، ضربتها كده بالهاند بلندر. وبالنسبة للهاند بلندر عايزة أقول لكم نقطة، الهاند بلندر مش بينعمها أوي زي الخلاط، والكبة برضه مش بتنعمها أوي زي الخلاط، تمام؟ عشان خاطر في بعض الناس بتبقى مش عارفة الهاند بلندر والكبة بيعملوا في القوطة إيه، أو يعني بينعموهم أوي والّا لأ. أنا عن نفسي ما باصفّيش الطماطم، بس باضربها كتير، تمام؟ المهم كده رُحت بقى حطيت الطماطم بتاعتي على البصلة، وإيه دي اللي هتبقى تسبيكة المحشي. تمام، أنا مش مشكلتي إن أنا دلوقتي أفرّز طماطم كتير أو أعمل أكياس طماطم كتير، لإن الطماطم سهلة، هاجيب الطماطم وفي أي وقت هافرّزها، صحيح هافرّزها متسبكة، لكن موضوع تسبيكة المحشي طبعًا بتاخد وقت وكده، فأنا قُلت بالمرّة كمية الطماطم الأكتر أحطها على البصلة، وإيه أعمل تسبيكة محشي أكتر. فهنا عملت 3 أكياس وكل كيس فيهم تقيل مش خفيف، يعني هيعمل لي طبخة حلوة أو يعني كمية حلوة، تمام. هيفضل كده حبة طماطم في الحلة، هاحط التسبيكة في الحلة الكبيرة، عشان أنا كنت حاسة إن التسبيكة مش واخدة راحتها في الحلة الصغيرة، تمام. هانقلها وكده وهاسيبها تتسبك، وما حطيتش عليها حاجة غير ملح بس، مش هاحط عليها توابل دلوقتي، لما اطلعها احط عليها توابل. قعدت كده وحطيت الطبلية كده في الصاجة، وقعدت كده وفردت رجليا ومسكت بقى الكرنبات، 3 كرنبات بقى، وقعدت ايه أقطّع فيهم ورق والخضرة كمان برضه قعدت أقطّع فيهم. طبعًا بنقطّع الأخضر بقى لوحده والأبيض لوحده، خلّيت هنا كام ورقة عشان أورّيكم، أنا عارفة إن كلّكم شطّار وكلّكم بتفرّزوه، بس أنا باتكلّم يا جماعة لو في عروسة لسه صغيّرة، لسه جديدة مش عارفة تقطّعه أو تعمله إزاي أو بياخد منها وقت، تمام. أنا بابرمها كده وباعملها رول وبابتدي بقى كده أقطّعها قد بعض. طبعًا لو قدّامي قطّاعة ولا حاجة أحطّهم كلّهم قد بعض، بيفيض كده الحتّة اللي في الآخر دي باقطّع الحتّة من هنا والحتّة من هنا وأحطّهم على بعض وأعملهم كده إيه صباع محشي، وبيطلع حلو زي الفل، ما باهدّرش ورق ولا أي حاجة. والعصعوصة باقطّعها كده أهو بالطول، أو مثلًا لو طويلة نُصّين، وباحطّها برضه معايا عشان خاطر لو عايزة تحطّيها في قعر الحلة. معلومة حابّة أقولها لِك، لو بتستخدمي حلل ستانلس ولسه مش عارفة لها أو بتستخدميها جديد وبتحرق منك المحشي، يا ريت يا ريت يا ريت ما تحطيش في قعر الحلة ورقة خضراء، لأن الورقة الخضراء دي لما انتي مش بتعرفي تستخدمي الستانلس مع المحشي وتحطي ورقة خضراء، بتتحرق وبتلزق في الحلة وبتزهقك وبتطهقك في عيشتك. عايزة الحلة ما تتحرقش منك عشان انتي مش بتعرفي في الستانلس كويس، لان في بعض الناس ما بتحبش تستخدم الاستانلس، فتعملي ايه؟ شايفين العصايص اللي انا قطعتها دي تحطوها في القعر بتاع الحله او قاع الحله، تمام. بالبلدي كده قعر الحله، وبعديها حطوا ورقه خضراء، او ممكن مش عايزين تحطوا ورقه خضراء خلاص. بس العصايص دي بتنزل ميه، ومهما كان برضو كده يعني ما بتخليش الحله تتحرق، تمام. فانت تحطي كده ايه العصايص دي من تحت، وبعد كده تحطي عليها المحشي اللي انت عاملاه. طبعا انا عملت كميه كبيره على الطبليه بره، بس انا جبت دول بس ايه كده عشان خاطر اوريكم. انا والله المحشي ده مصفياه، اهم حاجه ان انت ما تحطلوش ملح وتصفيه كويس. انا ده مصفياه، انا حطيت فوطه كده اهو وحطيت عليها المحشي كله اللي بقطعه عشان يتصفى. عايزه اقول لكم ان انا بصوا برضو جيت هنا في المطبخ برضو لقيت في حاجات فيها ميه، فكنت بنفضها وباخد كده اللي من فوق، وبعد كده الباقي احطه برضو على الفوطة عشان ينشف خالص. في كل علبة من اللي معايا دول هحط كام ورقة خضراء وكام ورقة بيضة وكام عصعوصة. انا العصعيص يعني ما باكلهاش، في بعض الناس بتعملها وبتاكلها، ولا حتى مش على طول يعني بحطها في الحلة من تحت، بس عشان الكرنب بتاعي ما كانش فيه ورق اخضر كتير، فقلت خلاص اخلي العصعيص احطها في الايه في القعر.
أنا الحمد لله باستخدم الحلل الستانلس وباعرف لها والمحشي ما بيتحرقش مني. عايزة أقول لكم إن أنا في أوقات باحرق المحشي بمزاجي عشان أنا باحب الطبقة الأخيرة دي اللي بتبقى مقرمشة كده أو محروقة سِنّة. المهم العلب دي بقى جبتها كده حطيت فيها، لو مش عايزة تستخدمي العلب ممكن تستخدمي أطباق الفيلم، تمام. أنا في رمضان جوزي بيفطر في الشغل وابني بيفطر برضه معاه لإن بيشتغل معاه يعني وكده، بس الترم ده هيكون مدارس مش عارفة هيروحوا والّا يعني هيقعدوا في البيت والّا إيه، والّا هيقعد مع باباه، فهو أصلًا مدرسته جنب باباه، تمام. يعني المهم يعني عايزة أقول لكم إن أنا والبنات بس اللي بنكون صايمين، فالعلبة دي يا دوب تقضينا، لو عايزة أعمل محشي يقضيني يومين هاطلّع علبتين، فاهمني؟ المهم عملت كده عبيت كده المحشي، وهاجيب برضه البسلة كده. أنا كنت عايزة أحط حبة بسلة على جنب وحبة جزر على جنب، بس أنا باحب أخلط الجزر على البسلة عشان مش باحب الجزر يكون كتير أوي، يعني عندي نظرة كده في البسلة والجزر، فأنا كده مبسوطة، كده أنا حلوين. في بعض الناس تحب تكتر أكتر أو تقلل، فأنا عجبوني كده فقُلت لأ أخلّطهم أحسن، فحطيتهم برضه نفس الحكاية في العلب دي. العلبة الواحدة من دي ب4 جنيه، في بعض الناس بتبيعها ب5، دي العلبة الوسط، في أكبر منها الواحدة ب10. دي بصراحة مقاسها حلو بالنسبة لي، يعني الحبة البسلة دول أنا هيقضوني يومين، لأن زي ما قلت لكم أنا والبنات بس اللي بنفطر في البيت هنا يعني، تمام. ياسين طبعا بيفطر مع باباه في المحل، فأنا عملت كده 3 علب، تمام، حلوين جدا يعني من كل أكلة كده. إيه يعني حلو، احنا مش هنحارب، احنا صايمين وبنفطر فمش هنحارب. ودول كده العلب اللي انا حطيت فيهم ورق الكرنب. والخضرة هنا طبعا كانت خلاص اتصفت وقطعتها، فهابتدي بقى احطها في العلب دي بتاعة الرز بلبن. الواحدة كانت عاملة جنيه وربع، فعجبتني جدا كده وقلت ايه يعني علبة المحشي اللي انتوا شايفينها دي والعلبة بتاعة الكرنب دي الصغننة قد حبة الخضرة اللي هيكونوا في العلبة دي، برضو على قد برضو كيس التسبيكة اللي انا عملته، فاهماني؟ يعني كل حاجة قد التانية عشان خاطر ما اطلعش كمية خضرة كبيرة وتقعد مني وكمان الحاجات الخضرا دي او الخضرة يعني او الخضار نفسه لما بيطلع من الفريزر بيدبل بسرعة، تمام. طب بالنسبة لورق الكرنب دوت، احنا بنطلعه ما بنحطوش في ميه، بنطلعه كده بنسيبه شويه لحد ما بيفك وياخد راحته، فانت تطلعيه بدري شويه لغايه كده ما يفك، مش تطلعيه وتحطيه في الميه على طول، لا. المهم بقى كده مبسوطه جدا انا بالعلب الصغيره دي، حبه خضره على قد ايه العلبة بتاعة الورق بتاعة الكرنب، يعني حلو جدا كده. هو انا كنت المفروض اجيب اكتر يعني على قد طبعا ورق الكرنب يعني، بس ايه مش اشكال، تمام. طب انت بس مش عايزة تستخدمي علب، خلاص عندك الاطباق الفل دي كانت عندي، بجيب كده كيس من اللي هو بتاع التلاجة، ولا عندك طبق اصغر من دي من ده ممكن تدخلي الطبق جوه الكيس بيبقى اسهل. فجبت اطباق الفل وحطيت فيها كده كيس التلاجة، فتحته وحطيته ومعايا طبقين هنا. آه، احطه في واحدة الورق اللي انا مقطعاه مربع، وواحدة اللي انا ايه عاملاه رول، ونفس الحكاية هنا عصايص وهنا عصايص، هنا ورقتين خضر وهنا ورقتين خضر، هنا ورقتين بيض وهنا ورقتين بيض، وهحطهم كده. ومعايا برضو الاسترتش دوت هلفه بيه. ف... فهو حلو يعني انا هحط كيس من تحت وكيس من فوق عشان خاطر انا سمعت معلومه مش يعني انا مش متاكده منها، بيقولوا الاطباق الفل دي مش صحيه، فلازم عشان تستخدميها تستخدمي تحتها كيس وفوقيها كيس. فانا كنت هعمل هنا الاسترتش، بعد كده افتكرت فهحط لها ايه كيس من فوق. فانا اكيد يعني في رمضان مش هاكل يعني كميه محشي اكتر من كده، الواحد بيبقى صايم ومش قادر يعني، فدي كميه حلوه يعني بالنسبه لي يعني انا والبنات يعني. حطيت كده كيس، وبعد كده حطيت الاسترتش هلفه طبعا مرتين، ولازم وانتي بتحطي الاسترتش تشدي كده عشان خاطر يقفل معاكي كويس، ما تحطوش كده وتبقي طيبة معاه، لا خليكي شريرة كده وشديه عشان خاطر يثبت معاكي يعني ويلزق. طبعا هنلفه لفتين عشان ده هيقعد لرمضان ما ياخدش اي ريحة كده من التلاجة ولا اي حاجة، فايه وما يتبهدلش يعني ولا اي حاجه. وهلفه برضو من الناحيه التانية. لو انت مش عايزه تجيبي العلب اعملي بالاطباق. الاسترتش الراب انا جايباها يمكن من سنه، انا مش فاكره سعرها بكام، بس هي بتقعد بصراحه وبتعيش، بس انا شايفه ان العلب اسهل بكتير عن الاسترتش بقى، وكيس بقى من فوق وكيس من تحت يعني بنكفنه،
آه والله العظيم. فأنا شايفة العلب أسهل وأحسن بكتير. المهم كده برضه لفيت برضه بنفس الحكاية دي وهاقفله كده كويس، وما تخلّيش مَيّة خالص في الطبق عشان خاطر الاسترتش ما يفكش، وزي ما تحبي طبعًا استخدمي. حبة الخضرة هنا قُلت إيه أحطهم برضه كده على كيسين. تمام، أنا يعني لو كان في وقت كنت نزلت جبت علب تانية من الصغيرة، بس أنا قُلت إيه خلاص أحطهم في كيس كده أفردهم يعني كده في الكيس، لمّا آجي هاخد جزء صغير بدل ما أحط كمية كبيرة كده ويطلع الكيس والخضرة تدبل وكده. تمام، وممكن برضه آمم، يعني مثلًا إيه، يكون مثلًا نِفْسي في المحشي أوي مثلًا بقى لي كتير ما عملتوش أول شهر رمضان كده والّا حاجة، أطلّع الكيس الكبير دوّة على كيسين تسبيكة، على إيه، طبقين محشي وأعملهم اللي هو أكل يقضّيني يومين. تمام، أنا كده يعني ما بيبقاش عندي عزايم يعني في رمضان. المهم كده برضه التسبيكة هنا كانت اتسبكت خلاص، سِبتها كده تبرد شوية، ومش هاحطها في علب، ما باحبش أحطها في علب، باحب أحطها في كيس، باحس إن هي محكمة أكتر يعني، فاهماني؟ هاحط كده برضه على قد الإيه، على قد الأكلة برضه بتاعتي، أنا ما رضيتش أخلّيها أتقل من كده ولا أخف من كده، أنا محتاجاها كده، عشان خاطر حتى لمّا أطلّعها من الكيس وأحطها في الحلة تكون إيه، يعني طرية شوية يعني كده ما تكونش تقيلة أوي. تمام، طبعًا تعملي بقى الكمية اللي أنتِ عايزاها، طبعًا دي ربنا ما يقطع لنا عادة يا رب العالمين، ونعمل على طول ويجعل الخير دايمًا في بيوتنا والرزق دايمًا عامر في بيوتنا يا رب العالمين. ما تقوليش معييش وكده، أنا عارفة الظروف صعبة على الجميع والله، بس اللي على قد ما تقدري تجيبي 2 كيلو قوطة في 2 كيلو قوطة، يعني 2 في 2، مش شرط إن أنتِ تعملي اللي أنا باعمله، بس أنا قصدي يعني آآ تجيبي حاجة تحطيها في بيتِك، ربنا ما يقطع لنا عادة يا رب العالمين، ويجعل بيوتكم دايمًا كلها عمرانة، اللهم آمين يا رب. حاولي كده. أنا بُصّوا بقى يا بنات باعمل إيه، أنا باعمل جمعية بأمانة قبل رمضان باقبضها بصراحة، عشان أجيب حاجة رمضان وحاجتي إيه اللي أنا محتاجاها في البيت، باكون عاملة حسابي كده، غير طبعًا الجمعية بتاعة الكسوة، ودول 3 أكياس طماطم عاديين يعني ومن غير عصاج، وأتمنى إن فيديو النهارده يعجبكم ويكون بسيط ويكون خفيف عليكم، وما تنسونيش باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.